لقيت حماتي ماسكاني بالحضن وعماله تفحص فيا تقولي لا يا حبيبتي، انتي من هنا ورايح مش هترجعي شقتك تاني، انتي هتقعدي معايا انا هنا. فقلت لها ده ازاي يعني يا حماتي؟ قالت لي هو انا طول القمر المزة الحلوة دي تقعد هنا معايا؟ فقلت لها طيب يعني ابنك جوزي؟ قالت لي لا 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 يا شيخ سيبك منه، الرجالة ما بيجيش منها غير وجع القلب، ده انا هطرده اصلا. قلت لها تطرديه ازاي يعني؟ مش هيقعد معانا هنا ولا هتعملي ايه؟ قالت لي لا لا لا، هو يقعد هناك في شقته مع نفسه براحته، وانتي بقى هتنوريني وتأنسيني وتقعدي معايا هنا، سيبك من الرجالة. ما وقعدت بقى ايه تغلط في الرجالة كتير جدا، ما هو حماية الله يرحمه من زمان. فقلت لها طيب يعني انا مش فاهمة انتي بتقولي كده ازاي يعني؟ ده ابنك يعني، ده الكلام ده يعني مامتي انا اللي تقوله. قالت لي يا حبيبتي عادي ابني، انتي اللي بنتي، بس انتي عارفة انا بموت فيكي ازاي، وانا ما طولش القمر والعسل ده تقعد معايا هنا. والله ده انتي لما تقعدي معايا بصي هخليكي تنسي الدنيا كلها وهتتبسطي انبساط مش انتي نفسك مش هترضي تمشي من عندي. فقلت لها كل ده وهي حضناني يعني تتكلم كلمتين وتروح قافشه فيها هتحضني تاني ومش عارفه ايه. فاستغربت، قلت لها هو ايه الوضع بقى بالظبط؟ ان ليه بقى الفار بدأ يلعب بقى كده وبتاع؟ لان مش واخده على الحموات دي، انا واخده على الحموات الفاتنات التانيين، اللي هو ابني يقعد ويربع ومش عارفه يعمل ايه، الشغليات تاني. لكن حماتي انا يعني بالطريقه دي بقيت ايه، خايفه لا هنطرده ومش هنطرده وانت زي القمر وتفعص فيها كده. فقلت ولا الحاج ميت من زمان يعني انت الحاجه ايه وراكي ايه؟ ايه بالظبط؟ المهم قلت يا بنت ايه كبري دماغك وشوفي اخرة الموال ده ايه. اصلا قبلها انا كده كنت متخانقة مع جوزي،